السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة ان شاء الله هعمل معاكم الفطير الحلو ده. بس قبل ما نخش في الفيديو عايزة اقول لكم ان النهاردة الفيديو هيكون بالتعاون مع قناة يوميات بيتي لصاحبتها ام زينة. قناة حلوة جدا جدا وغنية عن التعريف، بسم الله ما شاء الله عليها. قناة حلوة جدا وده شكل القناة. اتمنى تزوروها وتقولوا لها انكم جايين من عندي. قناتها حلوة جدا جدا ومتنوعة، بتقدم لنا فيها تنظيف وطبيخ. وكمان بتعمل لنا مشروبات، وده شكل الفيديوهات بتاعتها. وبتعمل لنا كمان في القناة بتاعتها أعمال يدوية، يعني هي ما شاء الله عليها قناة متنوعة جدا. هسيب لكم رابط قناة أم زينة في صندوق الوصف، أتمنى تزوروها وتسلموا لي عليها. ويلا بقى دلوقتي نخش نشوف الفطير بتاعي أنا عملته إزاي. أتمنى لكم يا رب مشاهدة ممتعة. وتفضلوا بقى، تفضلوا شوفوا الفيديو. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم يا حبايبي؟ النهاردة ان شاء الله هنعمل مع بعض فطير جميل جدا وسريع قوي. هيبقى فطير بالسكر وباللبن. الاول بس كده علشان ما نتوهش مع بعض، انا دلوقتي حاطة قدامي بس المكونات اللي انا هعجنها. ده الدقيق وده ملح. ودي طبعا ميه دافيه للعجين. زي ما اتفقنا على طول ان الدقيق باي مقدار انت تفضليه باي كميه، وطبعا الميه على حسب ما الدقيق ياخد معاكي. هنبتدي بقى دلوقتي نعجن وهنشوف هنعمله ازاي. اول حاجه يا حبايبي هحط الدقيق بتاعي كده في الحاجه اللي انا هعجن فيها، والملح عليه طبعا. الملح ده فايدته مع الدقيق في اي معجنات، بيخلي الدقيق كده ليه عرق وبيكون كويس معاكي في العجين. وهبتدي بقى احط دلوقتي الميه، واقلب كده واحده واحده لحد ما العجينه تلم معايا، وبعدين هشتغل بايدي. فطير سهل جدا وجميل قوي وسريع. انا عملت معاكم الفطير المشلتت قبل كده يعني في القناه. المره دي هعمله برضو بس بالسكر. حلو جدا للاطفال وحلو للفطار وحلو للعشاء وجميل جدا يعني وهتحبوه. هكمل كده بالميه وهعجن بايدي، وهاجي اوريكي لما خلصت العجينه هيكون شكلها عامل ازاي. والعجينه اللي انا عايزه اوصلها للاخر هتكون عامله ايه. وده الشكل النهائي يا حبايبي للعجينه بعد ما خلاص خلصتها. خلاص كده لمت من الجناب الطبق. وسابت الطبق خالص كده زي ما انتم شايفين اهي. العجينه يعني الى حد ما متماسكه شويه، ولا لينه قوي ولا ان هي تكون يابسه على الاخر. بالشكل اللي انتم شايفينه ده كده بقى هبتدي اشكلها معاكم. وهنشوف هنعمل ايه بعد كده. بعد ما خلصت معاكم يا حبايبي العجين، شكلتها كده كور زي ما انتم شايفين. دهنت الصينيه بتاعت زيت ورصيت عليها كور العجين كده زي ما انتم شايفين، ورجعت دهنتها تاني من على الوش زيت علشان ما تقشفش طبعا. وفايده الزيت ده طبعا اللي على الوش عشان العجينه ما تقشفش منك. هسيبها على الاقل نص ساعه ترتاح، علشان لما اجي اخبزها معاكي تتفرد معايا بكل سهوله. هسيبها كده ترتاح نص ساعه وهرجع لك تاني نخبزها مع بعض ان شاء الله. حبايبي بعد ما العجينه ارتاحت نص ساعه بالظبط بدات اخبزها معاكم اهو. هبتدي افرد كده زي ما انتم شايفين. طبعا هي عشان ارتاحت بتتفرد معايا بكل سهوله كده زي ما انتم شايفين اهي. هفرد فيها كده مع بعض، امطها بايدي كده علشان تكبر معايا، ولو اتقطعت منك برضو ما تقلقيش مفيش اي مشكله. بالشكل ده كده. هبتدي بقى اخد زيت كده واحط على قد ما تكتري الزيت على قد ما الفطيره بتاعتك بتكون حلوه جدا. طبعا انا ليه ما حطيتش هنا زبده ولا اي حاجه زي الفطير المشلتت. هو الفطير بالسكر ده بيتعمل كده. طيب هشوف بنتي بتعيط وارجع لكم تاني. رجعت لكم تاني يا حبايبي. هبتدي بقى دلوقتي اجيب الطرف ده كده، وطبعا ايدي متعصى زيت والعجينه كلها زيت. هجيب الطرف اللي قصاده كده بالشكل ده فوقه، والطرف ده نفس النظام كده اهو بالشكل ده كده زي ما انتم شايفين. وهركن دي على جنب خالص. هجيب كمان عجينه بقى علشان اعملها القاعده بتاعتها. هفردها كويس جدا واكبرها قوي
كده بعد ما فردتها للحجم ده هبتدي اجيب بقى اللي انا خبزتها معاكم قبل كده واحطها كده في النص والم بقى عليها القاعده بتاعتها بالشكل ده كده اهو، نفس النظام علشان تبقى مورقه معاكي. هغبسها بقى معاكم كده يا بنات لحد ما توصل للحجم اللي انا عاوزاه. بتفضلي تتكي عليها بايدك كده وهي بتكبر لوحدها، طبعا الزيت مسهلها معاكي اهي بالشكل ده كده. هي بتاخد الشكل المثلثي ده كده، ما بتبقاش مدوره قوي، لان طبعا لما بتلم الحروف على بعضها بتبقى بالشكل ده كده، يعني ما ترقهاش قوي وفي نفس الوقت ما تسيبيهاش صغيره. هو كده الحجم ده مظبوط جدا اهو بالشكل ده كده. هبتدي احطها بقى في الصاج، شايفين كميه الزيت اللي عليها قد ايه؟ هحطها بقى في الصاج دلوقتي، هرصها وهكمل كل الكميه بتاعتي وهرجع اوريكي تاني وهحطها في الفرن بالشكل ده كده يا حبايبي. انا حطيت في كل صاج فطرتين لان طبعا حجم الصاج عندي صغير جدا. خلصتهم كلهم، هبتدي دلوقتي بقى احطهم في الفرن صاج ورا صاج كده لحد لما اخلص، ولما يطلع من الفرن هوريكي هعمل فيه ايه. وده شكل الفطير يا حبايبي بعد ما طلع من الفرن. شايفين الشكل الذهبي الجميل بتاعه ومورق جدا. انا مش عايزه اقطعه عشان لسه في خطوه تانية هعملها بالسكر وباللبن. وده شكل الفطيره من تحت، شكلها جميل جدا. نسيت اقول لك ان انا دهنت الصاج زيت، مش فاكره انا قلت لك ولا لا. الصاج لازم يكون مدهون زيت. دلوقتي بقى هروح معاكم احطه في طبق وارش كده على الوش سكر بودره واسقيه لبن. تعالوا يلا نشوف هعملها ازاي. كده يا حبايبي انا رصيت الفطير بتاعي كده في طبق غويط زي ما انتم شايفين، وحطيت بين كل واحده والتانيه شويه سكر كده على الوش. هبتدي بقى دلوقتي احط معاكم اللبن كده، هسقيه باللبن كله. اللبن ده طبعا مغلي بس لازم يبرد شويه قبل ما تحطي على الفطير. طبعا دلوقتي الفطير هيبتدي يشربه كله. هيبقى حلو جدا معاكي، واتمنى يا رب تجربي الوصفه وان شاء الله هتعجبك باذن الله. اتمنى يا حبايبي لو الفيديو عجبكم تدوسوا لايك وشير واشتراك للقناه، ولو كنت لسه اول مره بتشوفوني يا ريت تشتركي وتدعميني. واكيد اكيد لو دخلت القناه هتعجبك. لو عجبتك اشتركي فيها، ما عجبتكيش هيسعدني مرورك عليها. اتمنى النهارده يكون الفيديو عجبكم، واسيبكم يا حبايبي في رعايه الله وامنه، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.